نتائج مرضية عال في العال 100%. ما تغش مانيش راضية خاطر اللي حبيتها الحزب اللي حبيتها ما ربحش. النتيجة هايلة خلاص. يستحقوهاش لا مش يستحقوهاش خلاص. ولا شكون يستحق؟ يستحقوا الاخرين. شكون؟ تنعرف اللي يستحقها بالمرايات. باهي مع النهضة يلكل. النهضة هم الفايزين. والله ان شاء الله بادرة باهية، ان شاء الله مبدئيا ان شاء الله لاباس، ان شاء الله حزب النهضة يكون في المستوى، ان شاء الله من حسن الى احسن، وهذا شو نحبه احنا، نحبوا الامن والامان، وان شاء الله ربي يجراها على الصلاح. والله صافا كما كان متوقع عنه حزب النهضة باش يفوز بالانتخابات بويسكو معناها عنده قاعدة شعبية كبيرة ومعناها حاجة ما هيش جديدة، معناها قبل بجمع العباد الكل ممكن عارفة بحكم معناها التكهنات نتاع معناها والاحصائيات عارفوا لي النهضة. والله كل شيء معناها تعدى على احسن ما يرى. الرأي الأساسي تعدى على أحسن ما يرى، مش أنا اللي باش نشهد ومش غيري باش يشهد، هذا المجتمع التونسي هو اللي يتكلم، المجتمع الغربي هو اللي يتكلم. غبرسة كيف ما حكينا كان فما حكاية هكا ولا هكا كونتر الأحزاب، هذه ما تبانش للمجتمع التونسي، ما تبانش للعامة، المجتمع العادي، حتى المثقف ما تبانلوش، إلا ما نستنوا الأيامات الجاية اللي هي باش تكشف الأسرار والخفايا. شفت النتائج عادية باهية، إن شاء الله ربي يعاونهم، وش نقول لك إن شاء الله ربي معاهم، وإن شاء الله يقوموا بالعدالة في البلاد مش كما اللي قاموا بها قبل. نتائج منطقية عادلة واللي يتمناه الشعب لقاه. الشعب يتمنى حزب يلبي له الرغبات نتاعو، في الرغبات عنده طموحات، الطموحات نتاع الشعب اللي يحسن من مستواه المعيشي، يحسن من ظروف الحياتية نتاعو، التعليم. كان ثم قائمات تلبي في البرامج نتاعها اللي قدمتها هالمقترحات هذه، اقترحت أشياء وعدت بها، وإن شاء الله تقوم بتنفيذ الوعود اللي سطرتها. والشعب إذا كان معناها لاحظ في يوم من الأيام أنه الوعود هذه ما تحققش، ينجم يخرج للشارع مرة أخرى ويقوم ثورة جديدة ويولي ناحي الحزب أو الأحزاب، مجموعة الأحزاب اللي ما قامتش بتلبية المطالب نتاعها، لا أكثر لا أقل. وإن شاء الله معناها كلك سواء النهضة أو الحزب اللي جاء معناها الحزب المرزوقي أو غيرهم معناها يقوموا بخدمة البلاد في الصالح. وسمعت اللي باش يعملوا ائتلاف معناها إن شاء الله يخدموا لمصلحة البلاد وكهو، وهذاك هو معناها ما يكونش معناها ناخذوا درس وعبرة من اللي صار قبل في نظام بن علي، نظام ديكتاتوري، ونبعدوا على الديكتاتورية ونرسخوا الديمقراطية ونكونوا نعطوا درس للدول العالم الكل أنه نحن الشعوب العربية قادرين باش معناها عندنا قدرات نجموا معناها نحطوها ونرسخوا معناها نرسخوا نظام ديمقراطي جدير بنا، مش احنا شعوب كما يقولوا علينا شعوب غير قادرة على ممارسة الديمقراطية وشعوب متخلفة غير قادرة على سلك منهج ديمقراطي.